حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وعندنا النهارده جولة حلوة قوي ان شاء الله تستفادوا منها وتعرفوا كل الاسعار اللي موجودة في الاسواق باذن الله. الجولة بتاعتنا يا جماعة النهارده في سوق الجمعة اللي هو في اخر شارع جمال عبد الناصر تحت كوبري المية، اقرب محطة مترو الهايك ستيب الخط الثالث. او تقدري تركبي اي ميكروباص وتيجي جسر السويس، تنزلي اول جمال وتاخدي توك توك من اول جمال ينزلك تحت كوبري المية عشان توصلي للسوق. ليه بقى؟ الصراحة ان السوق اسعاره كويسة. الخضرة اليومين دول اكيد في كل مكان، يعني تقريبا عودين 3 كده وهي دي ربطة الخضرة. فكنت عايزة اجيب خضرة تكون مسنودة شوية، بس بالمناسبة هو بيبيع بجنيه، فده سعر كويس بالنسبة لان الخضرة اليومين دول قليلة جدا وغليت. فهو بيبيع يعني الخمسة ب5 جنيه، سواء جرجير بقى، شبت، بقدونس، كزبرة. كمان الكرنب كان موجود في السوق بكمية كبيرة، بس الكرنباية نفسها صغيرة جدا، ب20 25 30 على حسب حجم الكرنباية. تمام. في اسعار كتير موجودة معانا النهاردة في السوق، فاكهة وخضار وفراخ، الزيتون، حاجات كتير، حتى الرز والسكر والزيت كل ده موجود معانا، وكمان البيض موجود معانا في الفيديو. لايك يا حلوين للفيديو، وتعالوا بينا نبدأ جولتنا ونشوف اسعار الخضار موجودة معانا النهاردة في سوق الجمعة عاملة ازاي. واول حاجة معانا هنا البطاطس بتاعت الراجل ده حلوة قوي الصراحة. هو قال لي تحمير ماشي، هي كانت نظيفة كده وحلوة الصراحة، فانا خدت منه على اساس انها تحمير، خدت منه كميه، يعني الله اعلم بقى، هجربها برضو واقول لكم في فيديو تاني لو ضحك عليا ولا لا، لان انا خدت كميه على اساس انها تحمير. بس بصراحه كانت انضف بطاطس في السوق، وكان معاه كميات كبيره، يعني مش البطاطس بقى المسوده او المسوسه اللي موجوده وماليه السوق، لا. بالمناسبه هو حاطط على الفرش بتاعه سعرين، 5 و10، الخمسة اللي هي صغيره. والبصل برضو يا جماعة هنا كان بسعرين، 6.5، بس بصراحة المقشر ومبهدل، واللي ب10 جنيه اللي هو قدامكم ده اللي انا نقيت منه. تمام. كل الفروشات اللي وقفت عليها ونقيت منها انا مصورها لكم. كمان البامية كانت ب50 جنيه، نقيت منها برضو شوية عشان اشيلهم، يعني اخزنهم. على 50 جنيه نقيت منها على 50 جنيه. بس البامية بتاعتها بصراحة اللي هي المحمرة الناشفة، مش البامية الطريه ولا اللي هي الدبلانه، لا. الباميه بتاعتها بصراحه كانت ناشفه وحلوه، بس عذبتني على ما عرفت انقي منها 2-3 كيلو، علشان كانت كبيره. انا ما بحبهاش الحجم ده، انا بحب الحجم الصغير خالص. فكنت بقى بنقي منها يعني بالعافيه عشان مش عايزه اخد الحجم الكبير. كان بقى معاها البتنجان الرومي ب10، والعروس ب6.5. الفلفل كان معاها ب12، كان معاها ورق عنب كمان يا جماعة ب120 جنيه، كان معاها توم ب70 جنيه. بصوا التوم بتاعها الفصوص ناشفة ومليانة الصراحة، مش مفضية من الشمس ولا حاجة، بس انا كان عندي، بس قلت اوريكم التوم عندها حلو وسعره 70 جنيه. وبما انه ناشف كده طبعا مش بيوزن بقى، انتوا فاهمين. الورق العنب عندها زي ما قلت لكم كان ب120 جنيه، اهو شكله اللي انا خدت منه ماشي. والبامية ب50، البتنجان ب10، الفلفل ب12. تقريبا ده بس. كنت هنا بفرجكم على ورق العنب، قولوا لي حلو ولا ايه. سعر 120 جنيه الكيلو. تمام، يعني الكيستين دول نص ونص ب120. انا قلت لكم سعر التوم 70 ماشي. هفرجكم برضو على الحاجات اللي موجودة بعد كده. بصوا البصل كان فيه كذا سعر، فيه 6.5 و7.5 و10 و12. في كمان البطاطس دي اللي قلتولي عليها في الفيديو اللي فات بتاع سوق التلات، انها بتاعة الشيبسي، خدت منها عشان اجربها، كانت ب5 جنيه هنا ماشي. يعني على قد ما قدرت حاولت انقيها، لانها برضو ما بتبقاش سليمة. يعني ليه ما فيش منها بطاطس سليمة مش مخرمة مش مبهدلة؟ معرفش، هي حجمها ماشي ده بتاع الشيبسي، بس الفكرة في انها يعني تحسوها كده ايه، صعب ان انت تنقي منها. وكانت ب5 جنيه، كانت في سوق التلات على فكرة كانت ب6.5، هنا كانت ب5. ده فرش بامية تاني بعد ما خدت من الست الاولانية، هما كلهم فلاحين الصراحة، فالحاجة بتاعتهم جاية من الارض تحفة، يعني مش تجار. البامية بتاعتهم بامية فلاحي اصلي اللي هي المحمرة دي، برضو كانت ب50 جنيه على فكرة. الفلفل معاه كان ب10، كان معاه ملوخية كمان، الحزمة ب5، بس الحزمة بتاعتها بتكون مسنودة شوية غير بتاعة العربيات التانية اللي هما بيبيعوا ال4 ب10 ماشي. فعلى حسب حجم الرابطة بتبقى كبيرة ولا صغيرة. نيجي بقى للسمك، الماكريل اللي قدامكم ده ب110 ماشي، والبولتي عندها ب75 جنيه، هحاول اوريهولكوا اهو ماشي.
وفي كذا يمكن 4 أو 5 فروشات موجودين في السوق للسمك بس. فالسمك الصراحة لفي لفة كده على كل الفروشات، والسمكية اللي تحسيها فريش وحلوة كده هاتي منها. بصوا، هو السمك عندها هنا أكبر، يعني اللي هي بتبيعه ب75 ده جوه ب100. فليكوا حرية الاختيار، انتوا تجربوا مرة من هنا مرة من هنا لحد ما تلاقوا السمك يعني الطعم الأحلى بالنسبة لكم أو الجودة الأحلى بالنسبة لكم. بالمناسبة الألومنيوم موجودة في السوق بيع وشراء، يعني بتبيعي قديم وتشتري جديد زي ما انتوا عاوزين. السمك ده ب60، تمام. بس لونه زي ما انتوا شايفين كده مخضر، يعني مش بتاع مزارع. اعتقد ده سمك نيلي، والله اعلم. يعني موجود معاها ب60 جنيه لان حجمه صغير شويه. البلح الاصفر اللي فات ده كان ثمنه 20 جنيه، والجزر ده يا جماعه الراجل بيعبيه ب5 جنيه، هو اللي بيعبيه، تمام، محدش بينقي منه. الزيتون العزيز اللي انتوا شايفينه ده ثمنه 60 جنيه، والتفاحي ثمنه 80 جنيه. قولوا لنا يا جماعه الزيتون عندكم بكام، علشان سعره غالي جدا لسه لحد دلوقتي. انتوا السعر عندكم كام للزيتون التفاحي؟ يعني كل واحد كده عنده في المنطقه، او واحده اشترت، او انت لو اشتريتي قولي لي اشتريتي بكام. ده دبلان شويه بيبيعوا ب70، الفريش او اللي مش دبلان شويه الحلو يعني ب80. وادي فرشه سمك تالتة، ولسه هوريكم كمان عم احمد اللي انا بشتري منه. والبلح ده هنا ب15، ماشي. الفاكهه العنب ب20 على فكره في السوق. بالنسبه بقى للفراخ، عشان دايما بتسالوني وتقولي اسالي على تمن الفراخ. الفرخه اللي هي الحمرة دي ب140، والفرخه اللي هي البيضه قال ب110، واخر 2 فايه همشيهم ب100، ماشي. فقلت اقول لكم برضو ادي اسعار الفراخ برضو. يبقى احنا جبنا سمك، فراخ، خضار. بصوا بقى، دي فرشه عم احمد او ابو احمد، مش هتفرق. المهم يعني ان هو بصراحه انا بحب اجيب منه السمك دايما. السمك الفرش بتاعه كده نضيف، والسمك بتاعه كده بيلمع ومنور، فريش كله طازه. وبصوا عنده اللي هو الطبار اللي هو البوري الصغير ب140، وعنده السمكية اللي على يمينك دي اللي على يمين الشاشة ب90، ماشي، اللي هي الكبيرة. الأصغر منها شوية ب80، والأصغر شويتين ب70. حلو. بصوا ما شاء الله دايما بيبقى عنده زحمة، لأنه بصراحة الفرش بتاعه أنضف فرش. وبرضو انتوا جربوا واسألوا. طيب عندهم ماكريل ب140 جنيه، ماشي، اللي هو هناك في زاوية الكاميرا. ودي ب80، دي اسمها تونة. وفي تونة اسمها رنجة اللي هي دي، قال برضو ب80. يعني سمكة الرنجة بس نية، ماشي. فحد قال لي انها بتتشوي عادي، يعني سمكة الرنجة بس نية ب80 جنيه، ماشي. انا كده قلت لكم الاسعار اللي موجودة معاهم سواء للفريش، السمك الفريش او المجمدات. المانجا دي ب40، بس انا مش عارفاها نوعها ايه. يعني هي مش سكري ومش زبدية، بس انا مش عارفاها هي نوعها ايه، بس هي ريحتها حلوة. قال لي ب40 جنيه، تمام. ممكن تكون زبديه بس استوت خالص، مش عارفه، انتوا قولوا لي برضو. لان المانجا انواع كتير قوي قوي الصراحه. برضو المنظفات موجوده. الراجل ده بيبيع كيس اللي هو باهي الكيلو ب50، وكيس اوكسي الكيلو ب60، وكيس باهي ال2 كيلو ب85. انا خدته جري كده بس سالته على الاسعار، تمام كده. يبقى انا قلت لكم الاسعار. نيجي بقى للكرنب. برضو انا عايزه اقول لكم ان الكرنب مالي السوق. حزمه الملوخيه عنده ب5 اللي هي دي، ماشي. الملوخية اليومين دول يا جماعة فظيعة، مغرقة الدنيا. الكرنباية ب30، والخضرة برضو الحزمة بجنيه، ماشي. بس بصراحة يعني ال4 حزم خضرة يعملوا حزمة من بتاعة الشتاء. صعبة جدا، عودين كده، يعني صعبة قوي. تعالوا بقى اخدكم عشان نكب. بصوا السوق كبير، وكل شوية بيتوسع اكتر، وكل شوية بيمشوا اكتر من تحت الكوبري ويتوسعوا والفروشات تكتر. بس في الغالب يعني ايه اسعارهم متقاربة. بس الشمس كانت صعبة جدا جدا النهاردة. الملوخية برضو دول ال4 ب10، يعني ال2 ب5 عشان الحزم اصغر شوية، والخضرة بجنيه، ماشي. سواء جرجير او كرات او شبت بقدونس كزبرة اي حاجة بجنيه. الكرنب برضو الكرنباية ب20 جنيه، بس كان كتير قوي كتير قوي قوي. يعني مش عارفة ايه كمية الكرنب اللي موجودة في السوق دي، وهتمشي امتى، هياخدوها امتى يعني. البطاطس دي كانت ب10 جنيه، بس كانت تعبانه خالص. يعني اللي انا خدت منه في الاول اللي شفته في بدايه الفيديو اللي بيبيعها ب10، البطاطس بتاعته جميله الصراحه. هجربها زي ما قلت لكم واقول لكم اذا كانت تحمير او لا. الفرش اللي جاي ده بتنجان اسود، بيبيعوا ب6.5 الكيلو ونص ب10 جنيه. برضو كان طازه وطري وجميل الصراحه، وكان في بره في السوق ب10.
فزي ما قلت لكم لو انت عايزه بقى تتسوقي لفي السوق كده وشوفي الاسعار الاول، هتلاقي كذا سعر. يعني ممكن تلاقي الفلفل ب5 وب6 وب10 وب12 عادي جدا، هاتي اللي يناسبك. كذلك الطماطم والبطاطس والبصل واي حاجه اسعارهم متفاوته. يعني مثلا الطماطم دي ب7.5، في ناس كانت بتبيع ب8، في ناس كانت بتبيع ب5، بس على حسب بقى جوده الحاجه وحسب انت محتاجه ايه. تمام. تمام. الفلفل الالوان ده كان ب15 جنيه يا جماعه، بس يعني ايه، دبلان شويه الصراحه. في بقى ب20 كان حلو. ماشي. الفلفل الاخضر كان ماسك من 5 لحد 12 جنيه ونص، يعني ده ب10. والالوان برضو على فكره اي فلفل معاه كان ب10، كل الفلفل بتاعها كان ب10. البطاطس دي كانت ب5. بصوا ده السمك بتاع ام احمد، عشان حاسه ان انا عديت عليه كده من غير ما اوريكم شكل السمكيه، فلما رجعت اخد منه صورته لكم تاني. انا هنا كنت باخد منه. بصوا 70، 80، الكبير ده 90 من الشمال كده، 70 80، والكبير ده 90، والبوري الصغير ب140 جنيه. بس لو خدتوا بالكم السمكه منوره كده بتلمع. ده برضو ب75، موجود برضو في السوق. زي ما قلت لكم فروشات السمك كتيره جدا جدا في السوق، بس اهم حاجه انزلوا بدري عشان الحر. السوق ده مكشوف جدا، الشمس بتخبط في دماغ اي حد وهو ماشي، مفيش حاجه تحت فوقيكي وانتي ماشيه. فعليا يعني انزلوا بدري وخلوا معاكم كاب وميه، ولو هتيجوا من بعيد خلوا حد يجي معاكم، علشان خاطر انا ما بحبش اروح السوق لوحدي، فانتوا كمان ما تنزلوش لوحدكم. بصوا البطاطس دي برضو ب10، بس فيها سوسه، لو خدتوا بالكم فيها سوسه. الراجل ده بيبيع اي حاجه ب10 جنيه، منظمات بقى وبلاستيكات زي ما انتوا عاوزين، بينادي اي حاجه ب10. والموز ده كمان ب20، وفي موز تاني ب25. انا قلت لكم اسعار الفاكهه هناك كويسه. برضو المانجا النعوم كانت ب40. بصوا السوق زحمه ازاي. العنب ده برضو ب20 بكل انواعه، شايفين كل العنب ده ب20. النعوم دي ب40، وفي نعومي تانية اكبر شويه واحلى ب40 برضو اهو. ماشي. والبطاطس ب10، والطماطم هنا ب8، والبصل عنده هنا برضو ب10. وهوريكم برضو المانجا النعوم اللي ب40 دي ب40 جنيه. البلح البرح يا جماعه في منه ب15 جنيه في السوق، بس درجات من 15 ل35 جنيه. ماشي. الجوافه عايزه اقول لكم ماسكه سعر متفاوت جدا، يعني في ناس كانت بتبيع منها ب10 جنيه، وفي ناس بتبيع ب25 جنيه، على حسب برضو جوده الحاجه. تمام. كذلك الخضار، يعني الجزر زي ما قلت لكم في منه ب5 وفي ب10 وفي ب15، على حسب بس الجزر كله اليومين دول وحش الصراحه، ما عجبنيش ولا جزرايه في السوق، كله ما كانش فيه ولا جزرايه عدله. طبعا انتوا حاسين بدوشه حواليا لان الشباك مفتوح عشان الحر، ومعلش اعذروني بقى، يعني صوت الشارع طالع في الفيديو. بالنسبه للليمون كان ده ب20، وقدام شويه الراجل هو اللي بيعبيه ب10. تمام. فبراحتكم برضو. بتهيالي في حاجه تاني، كنت هوريكم الرز اللي موجود في السوق، الرز والزيت والسكر. في عربيه كده موجوده في السوق بتبيعهم، برضه هوريهم لكم في نهايه الفيديو. وهنا بوريكم تفاوت البصل، يعني ب6 وب10 وب12، بس كله وحش. يعني حاولوا، يعني مش عارفه، البصل كله بايظ. انا جبت بالعافيه 4 كيلو بالعافيه. البيض كان كرتونه ب90 جنيه، والنص ب45 جنيه. تمام. وزي ما قلت لكم في نهايه الفيديو هتشوفوا معانا سعر الرز والسكر والزيت. الرز ب24، السكر ب29، والزيت ب45 جنيه. تمام كده. وبصراحه انا عجبني شكل الرز دي، الرزايه المزيته شويه، طويله شويه، مزيته وطويله كده شويه. تمام، مش العريضه كده. حلوين. تكون خلصت جولتنا، يا رب تكون عجبتكم ونالت رضاكم. اتمنى تكونوا استفدتم ولو بحاجه بسيطه من الفيديو. ما تنسوش بقى لايكات كتير وكومنتات كتير، وقولوا لي اهم حاجه الزيتون عندكم بكام. انا عايزه اعرف هل ده السعر السائد للزيتون انه يبقى ب80 وب60، ولا في اسعار تانية وهنا السعر اغلى شويه من اماكن تانية. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وجوله جديده. مع السلامه.